مش في كل مدرسه في شله متنمرين، شله اللي بتقعد تغلس على العيال كلها وتسرق سندوتشاتهم وتضربهم وتضحك عليهم وتصورهم والكلام ده كله. جوه الشله دي دايما بيبقى في واحد هو مش عايز يعمل كده، بس هو خايف، هو اتحط وسط الشله دي، خايف لو طلع براها يبقى هو الضحيه الجديده بتاعتهم، فبيبقى زيهم شرير لانه اتحط في البيئه بتاعتهم. ولو انت طالب في الجامعه، كم مره شفت معيد لطيف بيهزر بيساعد الطلبه وكانهم واحد كده، واول ما بقى دكتور بقى صعب وبيقهر الطلبه وبيذلهم وبيعملهم وحش؟ كام مره عدت عليك الحركه دي؟ كام مره شفت سياسي قبل ما يوصل للسلطه يبقى حد محترم بيساعد الناس بيسمع المطالب، واول ما يوصل للكرسي بيبقى فاسد ومرتشي وبيحصل له مشاكل؟ طبعا الا من رحم ربي. هقول لك حاجه بسيطه، جرب كده تخش على السوشيال ميديا وتجيب فيديو لصانع محتوى بيرفكت ما فيهوش غلطه، وتبتدي ان انت تقرا الكومنتات، لقيت الكومنتات كلها حلوه كلها ورد بقى وناس بتحبه وقلوب، جرب تكتب كومنت سلبي، هتلاقي كومنتك السلبي ده جاب ريتش اعلى من الفيديو، هتلاقي ناس كتير جدا بترد بكومنتات سلبيه برضو في الكومنت السلبي بتاعك. ده في ناس كمان ممكن تخش تشتم في صانع المحتوى. اتمنى لو هتجرب التجربه دي ما تجربهاش عندي. كل بقى اللي فات ده امثله لتاثير لوسيفر. خلي بالك تجربة سجن ستانفورد دي مش التجربة الوحيدة اللي نتائجها كانت مرعبة. عندك في الستينات عالم النفس ستانلي ميلجرام عمل تجربة بسيطة خالص، جاب شخص وليكن هنسمي الشخص ده عماد. عماد ده هيقعد على كرسي، الكرسي ده جنبه زرار، هيدوس على الزرار ده ويكهرب بيه شخص تاني كل ما الشخص التاني يجاوب سؤال غلط. وليكن الشخص اللي قدامه ده هنسميه محسن. محسن ده ممثل تبع التجربة. خلي بالك التجربة لا فيها كهرباء ولا حاجة، دي كانت خدعة، بس عماد ما يعرفش الموضوع ده، والتجربة دي اتكررت كذا مرة بكذا عماد. النتائج كانت كارثة. 65% من المشاركين في التجربة فضلوا يكهربوا الشخص اللي قدامهم، على الرغم ان هم عارفين ان الكهرباء دي ممكن تموتهم. حتى لما محسن كان بيمثل ان هو بيكهرب وبيصرخ، برضو عماد فضل يكهرب فيه. وكان المبرر بتاع عماد ان هو انا عبد المأمور، انا في ناس ذو سلطه عاليه هم اللي قالوا لي كهرب الشخص ده، وان انا كهربه ده حتى لو هو بيصرخ وبيصوت ده بيفيد العلم، بيفيد القضيه الكبيره بتاعتنا، احنا لازم نضحي عشان العلم يمشي. ايوه يعني من الاخر انا شرير ولا مش شرير؟ سلوكك كبني ادم بيتاثر بكل حاجه حواليك، بمعنى افعالك بتتغير على حسب الناس اللي انت قاعد وسطيهم، ناس بتحبهم، ناس بتكرههم، ناس تعرفهم، ناس غريبه عنك، وكمان على حسب حالتك، انت وحيد ومنعزل وحاسس باكتئاب، ولا انت فرفوش واجتماعي والاجتماعيه بتخاف منك مثلا. اقول لك على حاجه، حتى لون الاوضه اللي انت قاعد فيها بتاثر على افعالك، وده مش كلامي، ده بناء على تجربه اتعملت سنه 1979. جابوا مجموعتين من الناس، المجموعه الاولى حطوهم في اوضه لونها ازرق، والمجموعه الثانيه حطوهم في اوضه لونها احمر. لقوا ان المجموعه اللي قاعده في الاوضه الزرقاء ناس لطيفه متعاونين